تعالى عزيزي المتابع، رايح فين؟ شوف كده احمد الخضر بيقول ايه مع ابراهيم فايق امبارح عن هزيمه الزمالك امام بيراميدز. ولكن ما تنساش اللايك والشير. على حاجات كتير قوي يعني. اتفضل اديني فرصتي. خد وقتك النهارده يعني. خد وقت. ماشي كويس ان يبقى في ناس زملكاويه يحبوا انا بس في الاول انا مش عارف ابارك لك ولا اقول لك هارد لك، ما انت بتشجع بيراميدز، فانا اعمل ايه بقى؟ الاثنين كويسين، الاثنين حبايبي يعني. فانت في بيتها بالنسبه لك؟ بيتها مفيش مشكله. تبقى خسران من بيراميدز 3 ويبقى في بيتها. ثلاثه كتير بس يعني كل حاجه هتجابها. لا كتير. ثلاثه كتير طبعا. ثلاثه كتير طبعا. على فكره الشوط الاولاني كان متكافئ جدا يعني الشوط الثاني هي اللي فرقت، بس عدم خبرات برضه وعدم وما عندكش سكواد يعني. انت شوف مين بيراميدز نزل مين تغييرات وشوف الزمالك. سواد الحلال، امال الانتماء فين؟ لك ان تتخيل عزيزي المتابع ان هو اصلا المشكله عنده في ان الهزيمه كانت 3-0، انما الموضوع في الاول والاخر في بيتها. عايز اقول لك ان اصلا الزمالك استغنى عن الوصافه بتاع الدوري لبيراميدز، وبيراميدز شارك مكانه في دوري الابطال عادي. ده غير ان قبل كده اصلا هو انسحب وبيراميدز لعب مكانه في الامارات. عايز اقول لك كمان اللعيبه امبارح في الملعب، يعني واحد زي يوسف امام ومصطفى فتحي ما رضيش يسجلوا الهدف الرابع. تخيل، نسوا ضميرهم المهني خالص ان هم بيلعبوا البيراميدز، واللعيبه كان قدامهم يسجلوا هدف ورفضوه بعد الدقيقه 90، يعني كان يسجل الرابع. وعايز اقول لك ان حوار كبير سعادتك هتلاقي ان بيراميدز والزمالك الاثنين سوا في بيتها، وان الاهلي هو العدو اللدود، يعني تخيل.